الانضباط. رأي سموكم بما يحدث الآن في الكرة السعودية؟ أنا أعتقد أن لكل خطأ هناك عقاب رادع، وبطبيعة الحال دائما اللجان في الاتحاد السعودي تطبق جميع الأنظمة على جميع الأندية بالتساوي. وأنا كما ذكرت سابقا أنه انتقاد الحكام هذا شيء طبيعي، لكن هناك التصرفات الغير منطقية سوف تقابل بردع من قبل اللجان ومن قبل حسب الأنظمة. فاللي آمله إن شاء الله من جميع الإخوان رؤساء الأندية وأعضاء شرفها والجماهير واللاعبين أن يتقيدوا بهذه الأنظمة، لأن هناك أنظمة مرعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. فأعتقد أنه يعني جميع ما يحدث اللجان سوف تتخذ إجراءاتها المعتادة، وأعتقد أنه هذا ليس يحدث في المملكة العربية السعودية إنما في جميع دول العالم. ولكن أحب أطمن جميع الجماهير الرياضية أنه جميع من خالف الأنظمة سوف يردع بعقوبات حسب الأنظمة والقوانين. تحديدا سمو الأمير بشكل واضح وصريح، ما رأي سموك فيما حدث في مباراة النصر والتعاون؟ طبعا هذا شيء غير مقبول ومرفوض، نعم. ولا نقبله بأي حال من الأحوال. وأنا كما ذكرت سابقا، سواء في هذه المباراة أو ما سبقها من مباريات سابقة، هناك قانون ونظام سوف يطبق على الجميع بالتساوي. 153 نادي كلهم عندنا سواسية، سوف يطبق عليهم القانون حسب الأنظمة والقوانين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم. القيمة الاجتماعية لرؤساء الأندية هي سمو الأمير أحيانا تمنعكم من اتخاذ قرارات رادعة 100%؟ لا، ليس هناك قيمة اجتماعية. هناك أي شخص، المواطنين في المملكة متساويين، هناك أي شخص يخرج عن النظام يعاقب حسب الأنظمة. ليس هناك وضع اجتماعي وغير اجتماعي، أرجو أن هذا يفهمه الجميع. إنما تطبق الأنظمة على الجميع بالتساوي، لأن كلنا كأفراد شعب سعودي لنا جميع الحقوق وعلينا جميع الواجبات، فكلنا متساويين في جميع الأمور. هذا ليس هناك شيء اسمه واجب اجتماعي وغير اجتماعي. ما صدر اليوم عن لجنة الانضباط واللجنة الفنية، أنت كرجل الرياضة الأول مقتنع تماما سمو الأمير؟ أعتقد أنه اللجان عندها الصلاحية الكاملة، يعني والحقيقة من حوالي أكثر من سنة أعطيناهم الصلاحية الكاملة. اللجان تصدر قراراتها دون الرجوع إلى الرئيس العام أو نائب الرئيس العام، وهذا حق من حقوقهم، وهم أدرى بما يتخذونه من إجراءات، وعندهم أنظمة وقوانين يطبقونها على الجميع. وأنا أعتقد أن هذه مرونة العمل يجب أن تعطى كل لجنة صلاحيتها الكاملة، لأن أولا نثق فيهم وهم في نفس الوقت يطبقون الأنظمة على الجميع. فهذه تختص اللجان فقط وليس لنا أي سلطة عليها.